ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. بعد فيديو الولادة اللي نزلته الليلي كومنتات كتير قوي بيسألوني البيبيز اخبارها ايه، والقطة كمان عاملة ايه بعد ما ولدت. الحمد لله هي كويسة جدا. البيبيهات جمال وصغننين وحلوين. زي ما انتم شايفين ان هي اهي كويسة وقاعدة جنبهم. بصوا انا يعني قلت انا النهاردة عايزة اغير المكان بتاعها، يعني احط لها بيت جديد بدل البيت بقى دوت. ف يعني قلت اصور فيديو بقى واطمنكم عليهم واوريكم كمان البيبيز عاملين ايه. هما كبروا ولا لسه؟ طبعا هما لسه صغننين برضو، مش ما كبروش وما فتحوش لسه عينيهم. هي بقى لها دلوقتي ده مش عارفه تالت او رابع يوم ليها، يعني ولدت يوم 25. ودول يعني بانوا شويه عن الاول، لكن لسه ما فتحوش عينيهم، لسه مش عارفين يمشوا ولا يتحركوا. مرتبطين جدا بيها. انا عايزه اقول لكم شايفين الاكل انا حطاه لها ازاي؟ ما بتقومش من مكانها، خايفه عليهم بطريقه يعني، وحتى لو فكرت تقوم ينونوا عايزينها تيجي. مش عارفه بقى سقعانين ولا ايه. بص اساسا احنا الجو عندنا ساقع جدا، وبص هما متكلفتين فوق بعضيهم، فهم بداوا يصحوا اهوت عشان انا ضربه الفلاش فيهم، فايه يعني مقلقه راحتهم. تعالوا بقى نغير مع بعض الكرتونه ونشوف ايه هيتعاملوا ازاي ولا هيعملوا فيا ايه. ربنا يستر. وانا بنقلهم عشان انا اساسا اول مره اشيلهم كده وانقلهم من مكان لمكان، معرفش رد فعلها هيبقى ايه. فان شاء الله تبقى مسالمه كده وتتقبل الموضوع. يلا بينا مع بعض نشوف هنعمل ايه. بصوا بدأوا يتحركوا بعيد شويه اهم. فين الكرتونه؟ انا جبت كرتونه تانية يعني اهي اقوى شويه من ديت، عشان بس ايه، انا حاسه ان الجو ساقع قوي، وانا فعلا يعني الدنيا عندي ساقعه. وهم يعني عايزه اقول لكم الكرتونه كده بيشيلوا الفرشه اللي عليها، كل شويه الاقي الفرشه متشاله عشان هما بيزحفوا لسه مش بيمشوا. فانا هحط الفرشه هنا بتاعتهم، بحس مش عارفه يعني ان انا بعمله ده صح ولا غلط. هاتي الفرشه كده عليهم. حور اللي بتصور يا جماعه، فايه مش عارفه هي ان شاء الله تكفيهم يعني. انا بس عايزاهم يتحطوا. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارفه انقل الليل الاول. استني يا رورو. بصوا عامل ازاي اهو، لسه صغنون خالص. تعالى اهو. يا رب بس ايه. تعالي انتي بقى، تعالي لهم، تعالي ما تخافيش يا ستي، هما هنا والله اهو. استني اهو، موجودين معاكي هما كلهم. هو في ايه؟ انا ليه شايفه في دم ورا؟ في نقطتين دم انا شفتهم لما قامت. صدقيني هما هنا. دي المشكله بتاعتها. اما انقلهم في مكان بقى مش مقتنعه بالمكان القديم. ادخلي لهم حبيبتي هنا. مش عارفه ايه ليه كده، مش عارفه ليه نقطتين الدم دول. مش عارفه ده طبيعي ولا ايه. هي اساسا يعني قعدت يومين كده ولا حاجه ما بتدخلش الحمام خالص، لان هي مش عايزه تسيبهم. بصوا هي بما انها بقى مش موجوده معاهم، مش عارفه الدم ده منهم ولا منها. تعالي يا ماما هنا. نحط لك اهو. ادخلي لهم بقى. لا هما بيدوروا عليها وهي يعني هما هنا. ايوه هما دول. انا حطيت لها نفس الفرشه اللي كانت عليها في الاول، عشان ايه يعني الشمشمه بقى اللي بتشمها دي. طب حبيبتي ادخلي بقى، ادخلي لهم. ايوه هو الافضل كده بقى ان انا ما اشيلهاش. انا شلت البيبات وهي هتدخل لهم بمزاجها، لكن هي كانت قافشه قوي في الكرتونه الاولانيه، مش عايزه اتحرك منها، فاكراني ببعدها عن بيتها يعني. ادخلي بقى، هي نفس الفرشه ولا نفس كل حاجه. انا بس ايه يعني شايفين هنا انا لقيت فيه نقطتين دم، انا مش عارفه دول ايه.
فاللي عارف ده ايه او فاهم يعني ده حاجة عادية بعد الولادة عادي، ولا هو اعتقد ده من ليلي، يعني من القطة الكبيرة مش من البيبيهات، لان هي اساسا اللي بتقعد جوه كده، البيبيهات بيقعدوا بره. هي الحمد لله خلاص اقتنعت. ادخلوا بقى ايه تمام كده. يعني انا بس شايفين الكرتونة دي امتن كده، وسبت الكرتونة اللي موجودة بحيث يعني دفع على دفع. ايه الفلاش جامد عليكي؟ استني نصور دول. يا جماعة اللي عارف حاجة ويطمني بس، عشان القطة كده تمام ولا في مشكلة من حيث النقطتين اللي انا شفتهم دولت، اكتبولي يعني في الكومنتات اللي عنده خبرة في الموضوع ده، بدل ما لسه اروح للدكتور واسأل وكده. انا مش شايفة عليها علامات يعني تعب او حاجة، بس هي ما بتشربش مية، ده اللي انا يعني ملاحظاه، المية مقطعاها تماما. خدي اشرب.